الفيلم بتاعنا متقسم لتلات حكايات منفصلة، لكن بيجمعهم خيط واحد هنعرفه في الآخر. فياريت تتابع معايا وتركز عشان تشوف نهاية الحكاية دي هتوصل لفين. قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تعمل لايك وتشترك في القناة. فيلمنا بيبدأ الصبح في مطعم اسمه هاوسورن جريل بلوس أنجلوس. اتنين قاعدين اسمهم هوني باني وبامبكن قاعدين بيتكلموا عن سرقة البنوك ومحلات الخمور، وفجأة بتجيلهم فكرة مجنونة: ليه ما نسرقش المطاعم كمان؟ القرار على طول بيتاخد، الاتنين بيبوسوا بعض وبيقوموا واقفين وبيعلنوا قدام الزباين بكل ثقة: دي سرقة يا جماعة. في نفس الوقت جولز وينفريد وفينسنت فيجا قتلة مأجورين شغالين مع مارسيلس والاس بيبقوا في اوتيل بيدوروا على شنطة مسروقة. بنعرف ان الشنطة مع شوية نصابين بقيادة شاب ساذج اسمه بريت. جولز بياخد قضمة من برجر بريت وبيشرب من السيفن اب بتاعته قدامه بكل برود، وبيسأل واحد من رجالة بريت عن الشنطة، وفينسنت أول ما يفتحها عينه بتلمع من النور اللي جواها. بريت بعد كده بيحاول يفاصل معاهم بالكلام، لكن جولز بيقطعه برصاصة في الراجل اللي على الكنبة، وبكل هدوء بيقرأ آية من الكتاب المقدس وبعدها بيقتل بريت هو كمان. حكايتنا التانية بتوصل لنادي للتعري. مارسيلاس والاس بيأجر ملاكم اسمه بوتش عشان يخسر في الماتش الجاي، وفينسنت وجولز بيدخلوا النادي ومعاهم الشنطة، لابسين تيشيرتات وشورتات وشباشب بدل البدل الكلاسيك. بعد كده جولز بيروح الحمام وفينسنت بيقابل بوتش، تبادل نظرات باحتقار وكلمات سخيفة لحد ما مارسيلاس بيندع على فينس. مارسيلاس بيقول له انه مسافر وعايزه يقعد مع مراته ميا لحد ما يرجع وياخد باله منها ويلبي كل طلباتها. فينسنت بيقرر قبل ما يروح لها انه يشتري هيروين من تاجر مخدرات اسمه لانس، وبيدخل في مود استرخاء وبياخد ميا بعد كده ويوديها مطعم، وبيتكلموا مع بعض في مواضيع عشوائية، وكمان بيدخلوا مسابقة رقص بالمرة وبيكسبوا الكاس. بعد كده فينسنت بيوصل ميا البيت وبيدخل الحمام وبيقنع نفسه انه ما ينفعش ينجرف معاها في ألعابها دي، لانها برضه مهما كانت هي مرات البوس بتاعه. ولكن الكارثة بتحصل، ميا بتتعاطى من الهيروين بالغلط وبتوصل انها خدت جرعة اوفر دوز وبتبدأ ترغي وتطلع دم من مناخيرها. ساعتها فينسنت بيترعب وبياخدها البيت لانس بسرعة، وهناك بياخد نصيحة خطيرة: حقنة ادرينالين مباشرة في القلب، ما قدامناش حل تاني. فينسنت بينفذ الخطة وميا فعلا بتفوق، وبيتفقوا يخبوا المواضيع ده عن مارسيلاس. بنعرف ان زمان لما بوتشي كان طفل جاله ضابط اسمه كابتن كونز صديق والده ايام الحرب. ساعتها سلمه ساعة دهب غالية جدا كانت لجده في الحرب العالمية الأولى، وبعدين لوالده في فيتنام. لكن بنعرف إن والده مات أسير حرب، وكان مخبي الساعة في مؤخرته عشان ما تتاخدش. وبعد ما مات كابتن كونز عمل نفس الحركة وسلم الساعة لبوتش. بوتش بعد كده بيصحى من الحلم وبيروح الماتش، بيغدر بخطة مارسيلاس وبيراهن على نفسه وبيفوز بعد ما بيقتل خصمه في الحلبة. وعلى طول بياخد تاكسي جري، والسواقة اسمها اسمرالدا بتبقى مبهورة بفكرة انه قاتل في الحلبة، وبيوصل لأوتيل مع حبيبته الفرنسية. وتاني يوم بيقرر يهرب من البلد، لكن بيكتشف إن الساعة فين يا جماعة؟ الساعة اختفت. فبيرجع لشقته القديمة وبيلاقي الساعة بسرعة، لكن بيلاقي رشاش في المطبخ وصوت سيفون الحمام. فينسنت بيطلع ونظرات بتستر، والتوستر بيرن وبوتشي بيقتله فورا. بعد كده بيقرر إنه يمسح بصماته وبياخد الساعة، لكنه بيشوف مارسيلاس في الطريق وبيدوسه وبيتخبط هو كمان. المطاردة بتوصلهم لمحل رهانات، وهناك صاحب المحل بيضرب بوتش وبيحبسه مع مارسيلاس في القبو. بعد كده بيجيبوا زد شرطي منحرف ومعاه الجيمب بيراقب بوتش، وبيبدأوا اغتصاب في مارسيلاس. بعد كده بوتش بيفك نفسه بطريقة ما وبيقتل ماينارد بسيف ساموراي وبينقذ مارسيلاس كمان معاه. مارسيلاس بينتقم من زد بطلقة مؤلمة جدا، وبيسامح بوتش في النهاية بشرط انه يختفي تماما من لوس انجلوس. بعد كده بوتش بيركب موتوسيكل زد وبيهرب مع حبيبته. بنرجع للاحداث قبل 3 ايام بعد ما جولز وفينسنت قتلوا بريت. واحد بيطلع من الحمام يضرب نار، لكن الرصاص بيخلص ومفيش ولا اصابة بتحصل، وساعتها جولز بيعتبرها معجزة من السماء، وفينسنت مبيبقاش مقتنع وبيقول له ان الموضوع يعني مجرد صدفة. بياخدوا مارفن معاهم في العربية، وفينسنت بالخطأ بيضربه بالنار في دماغه. بعد كده بيتصلوا بصاحب جولز جيمي عشان يخبوا العربية، لكن جيمي قلقان من مراته.
مارسيلس بعد كده بيبعث وينستون وولف المنظف المحترف اللي ينظم لهم كل حاجة، بينضفوا العربية ويغيروا هدومهم ويتخلصوا منها في مقلب خردة. بعد كده بيروحوا يفطروا في مطعم هاوسورن جريل. جولز بيتكلم عن اعتزال الجريمة وفينسنت بيستهزئ بيه وبيدخل الحمام. لو تفتكر معايا يا صديقي بداية الحكاية كان في هاني باني وبامبكن، بنرجع لهم تاني وبنشوف الاتنين بيبدأوا السرقة وبياخدوا المحافظ والكاشير وبيحاولوا يفتحوا الشنطة، لكن النور اللي فيها بيخلي بامبكن يجيله حالة هلع وجولز بيستغلها وبياخد سلاحه، وساعتها هاني باني بتهدده وفينسنت بيطلع من الحمام وبيوجه السلاح عليها. بعد كده جولز بيهدي الموقف وبيقرر يسيبهم يعيشوا لأنه في مرحلة انتقالية من الشرير للراعي، وقرر إنه يتدين خلاص ويعتزل عالم الجريمة. بياخد فلوس الكاشير وبيرفض يديهم الشنطة. الفيلم بتاعنا بينتهي بخروج جولز وفينسنت رايحين لمارسيلس. ايه رأيكم في الفيلم؟ يا ريت تسيبوا رأيكم في التعليقات، ولو الملخص عجبكم وعايزين ملخصات أكتر من دي اشتركوا في القناة حالا واعملوا لايك.